اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا، اقتصادية جدا جدا. هنعمل مع بعض حواوشي البطاطس بكل سهولة وهيعجبكم ان شاء الله بإذن الله. اول حاجة معايا زي 4 معالق كده من الزيت، وهننزل ببصلاية متوسطة تكوني مقطعاها مكعبات. مش عايزينها تكون متقطعة يعني ايه، قطع كبيرة، يعني تكون قطع متوسطة كده على قد ما تقدري او تصغريها يعني. اول ما البصلة تدبل كده هنحط فصين 2 من التوم. مش هنحط اكتر من كده، فصين 2 من التوم كده، ممكن يعني تفرميهم وممكن تقطعيهم كده، اي حاجة يعني. هنحط فصين من التوم، وبعدين هنقلب البصلايه يا دوبك تدبل كده وما تاخدش لون، تبقى دبلانه بس كده. وهننزل بيه البطاطس. عملت الوصفه دي ب3 حبايات بس من البطاطس، عملوا لي كميه من الحواوشي، كميه يعني كبيره جدا، ويعني هتكون كويسه بالنسبه لكم. لو انت عايزه تكتري يعني اكتر من كده فضعفي الكميه، مفيش اي مشكله خالص. حطيت البطاطس طبعا، كنت سلقاها بس مش حاطه عليها ولا زيت ولا ملح ولا اي حاجه، مسلوقه بس. هننزل بيه البطاطس على البصل وهنديلها تقليبه كده، وبعدين هننزل بيه الخضار بتاعنا. كان معايا فلفل الوان اصفر، وفلفل احمر، وفلفل اخضر حامي على بارد، وبقدونس مفروم. طبعا تكوني مقطعه برضو مكعبات صغيره كده. لو انت عايزه تحطي مع البقدونس مثلا شبت او كزبره لو انت بتحبيها فما فيش اي مشكله خالص. وبعدين هننزل بيه الخضار بتاعنا، وهننزل بالتوابل ملح وفلفل اسمر وكمون، بس مش هنحط اكتر من كده. لو انتي برضو عايزة تحطي توابل اكتر فعادي، بس انا ما حبيتش الا انا اكتر في التوابل علشان ما تغطيش على طعم الوصفة بتاعتنا. يعني التوابل لما بتكون كتير بتغطي على طعم الوصفة، مش بتخلي طعم الحاجة باين غير التوابل بس. فهنديلها تقليبة كده زي ما انتم شايفين، مش هنقلب كتير، زي دقيقة كده بالظبط. وبعدين هنطفي عليها وخلاص كده هتكون جاهزة معانا. معانا بقى العيش، معاكي ممكن تختاري ما بين العيش اللي هو الشامي الابيض وما بين العيش اللي هو البلدي. بس الحقيقة انا جربته بالعيش الشامي ما عجبنيش قوي يعني، فالعيش البلد هيكون احسن بكتير في الوصفة دي عن العيش اللي هو الشامي. طبعا هنفتح العيش كده من فوق، يعني فتحة تعرفي اللي انتي تحشي بيها العيش. وبعدين هناخد من الحواوشي بتاعنا بقى، الحواوشي الاقتصادي، او ممكن تسموها زي ما تحبوا، ممكن حواوشي الغلابة. بس بجد هيعجبكم، طعمه خطير جدا. في خضار، وفي فلفل اخضر والوان، وفي خضرة، وفي توابل، وفي بطاطس وبصل، يعني في وصفة غذائية من كل حاجة. هي ممكن تستكفي بدي يكون مثلا غدا مع شوية طحينة، هتكون وشوية سلطة كده خضرة، هتكون خلاص كده تمام. هنحط بقى البطاطس وبوزعها في قلب العيش بايديا مش بالمعلقة، علشان تتوزع كويس جدا، لان بالمعلقة مش هعرف ان انا اوزعها قوي يعني في قلب العيش. بصي هوريكي دلوقتي. هنحط البطاطس وبعدين بايديا كده بصي، علشان اسويها تبقى كلها قد بعضها. وما تحاوليش ان انت تحطي بطاطس كتير او حشوة كتير قوي في قلب العيش، يعني يكون في المعقول. شوفي انت بتحشي مثلا لو هو حواوشي لحمة، شوفي انت بتحشيه ازاي، ونفس الحواوشي بتاع اللحمة هتعملي ده بالظبط. ما تكتريش، لان لو كترتي من البطاطس في قلب العيش قوي فهيكون بتجزع كده فيها البطاطس كتير، بتجزع. فهي تبقى حاجة يعني ايه، وسط، ولا هي كتير قوي ولا هي تبقى قليلة، تبقى وسط كده. اصلا ريحة البطاطس لوحدها من غير ما نحطها في العيش، وشايفين الشكل بقى، والخضار كان عامل يعني ريحة وطعم حكاية. يعني اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا جدا بإذن الله، وهتعملوها على طول لو انتوا جربتوها. وما خدتش وقت خالص، يعني هي بطاطس وشوية خضار وخلاص. هنجيب طاسة بقى علشان نسوي العيش بتاعنا او نحمره يعني. حطيت فيه شوية من الزيت بس مش كتير قوي يعني برضو. هنسيب الزيت لحد ما يسخن، وبعدين هننزل بيه العيش بتاعنا او الحواوشي بتاعنا بقى.
هنسميه بقى الحواوشي مش عيش، هو كده خلاص بقى حواوشي. فهنسميه سوري. هننزل بالحواوشي بتاعنا، وبعدين مش هقلبه الا لما ياخد لون ذهبي كده من تحت، وبعدين هبدأ ان انا اقلبه على الناحية التانية بالظبط. هسيبها برضو لحد ما تاخد لون ذهبي وبعدين هشيلها. ما ينفعش ان انت تفضلي تقلبي فيه، يعني تحطيه وتقلبي الناحية ده والناحية دي والناحية دي كده، فالعيش هيتقطع معاكي. انت حطيها ما تقلبيهاش الا لما ياخد لون بس ذهبي من تحت، فتقدري ان انت تقلبيها على الناحية التانية. يعني بالظبط انت هتقلبيها هي مرة واحدة بس مش كذا مرة. وبعدين هنسوي بقى العيش التاني. شايفين اللون بتاع العيش كان لونه ذهبي كده فاتح وجميل جدا، وكان العيش مقرمش كده من بره، والبطاطس بقى طعمها خطير جدا جدا. هنخلص بقى احنا الكمية بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا النار تكون وسط، ما تكونش عالية قوي علشان ما تحرقش العيش. احنا عايزين نار تكون وسط شوية علشان العيش ياخد وقته كده ويتحمر ويكون جميل جدا. طبعا بينزل من العيش بيبقى الردة اللي هي بتاعت العيش، ممكن مثلا ان انت تشيليها بالمعلقة كده، او لو الطاسة مثلا خلصت من الزيت فبمنديل بتاع مطبخ وتنضفي الطاسة بتاعتك من اي حاجة تكون يعني محروقة فيها، وتنزلي بالزيت يكون نظيف، وبعدين تبدأي تحطي العيش بتاعك. هخلص الكمية دي عشان بس ما اطولش عليكم، وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. هنا بعد ما خلصنا بقى الكمية بتاعتي كلها من 3 حبات بطاطس بس، عملت الكمية اللي انتوا شايفينها دي. زيادة متهيألي عن 10 ترغيفة من العيش. وكان بصي بقى العيش مقرمش من بره كده، والبطاطس طعمها خطير جدا جدا. يعني اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، ولايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.